حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم السبانخ من الاكلات الشتويه الحلوه قوي 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 اللي بتدفي الجميله. هي الموسم بتاعها بيبقى في الشتاء. حاجه كده مغذيه جدا جدا جدا، من الورقيات المفيده مليانه بالحديد. تحفه، طعمها حلو قوي قوي قوي. عاملينها النهارده بالرز. هي ليها طرق كتير قوي، في ناس بتعملها بالفريك، في بالرز، في بالحمص. ليها اشكال كتير قوي. بس في النهاية طعمها مميز مختلف حلو قوي قوي قوي. يلا نصلي ونسلم على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونشوف السبانخ بتتعمل ازاي. اول حاجة انا عندي هنا كيلو من السبانخ. غسلته كويس قوي قوي، ما بتتغسلش وهي متقطعة يا جماعة، بتتغسل كده وبتتنضف بالسكينة. الجزء دوت ما بيتشالش، ده بيتنضف كده وبتتنقع كويس قوي في المية. تغمريها كده بالمية وتمسكيها وتطلعيها من الطبق اللي انتي غمراها فيه، وتحطي تغطيها بالمية مرة واتنين وتلاتة، وتنقليها من الطبق ده، وبترجعي تحطي مية تاني لغاية ما تتأكدي انها نزلت منها الطينة وبقت نظيفة كويس. بعد كده بقى احضر مكوناتي. عندي عصير طماطم، وعندي بصل مفروم، وعندي معلقة صلصة كبيرة، وتوم مفروم، وقرن فلفل حامي مقطعاه. وعندي التوابل اللي معايا عبارة عن كزبرة وكمون وملح وسكر وشطة. اول حاجة بروح على الحلة وبحط فيها معلقة كده من السمنة، ويا سلام بقى لو سمنة بلدي ما اقولكوش يا جماعة، بتفرق قوي في الطعم. وبنزل كده بالبصل، حوالي بصلتين متوسطين، وبنزل بيهم كده واقلبهم لغاية ما يبقوا وصلوا معايا للون الذهبي. طبعا انا سايبه السبانخ على مصفى تنزل كل المية بتاعتها، بتنشف تماما عشان اعرف اقطعها. وصلت كده زي ما انتوا شايفين للون ده. بقت مايله كده للون ذهبي على خفيف، ابتدت ان هي دخلت في التسويه اهي. هروح على طول نازله بمعلقه الثوم المفروم وقرن الفلفل الحامي اللي معايا. اللي مش بيحب الحامي ما يحطش، بس هي السبانخ حلاوتها كده لما تبقى مشطشطه بتبقى طعمها حلو قوي قوي. السبانخ كمان يا جماعة من الأكلات اللي لما بتبات تاني يوم بيبقى طعمها وهمي. حاجة كده يعني ما أقولكوش، بتحلو أكتر، بيبقى ليها طعم حلو قوي 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 ومميز. بس كده هروح بعد كده نازلة بقى بمعلقتين الصلصة بعد ما ريحة التوم كده طلعت معايا. أول ما بشم ريحة التوم كده بروح نازلة على طول بالصلصة اللي معايا. هي معلقة كبيرة، معلش أنا قلت معلقتين، هي معلقة كبيرة من الصلصة. وأديها كده تقليبة. يا سلام يا سلام. بعد كده بقى هروح نازلة بعصير الطماطم اللي معايا حوالي لتر كده من عصير الطماطم بالشكل ده. واسيب بقى الكلام ده يتسبك وياخد ويدي كده معايا. بصوا بقى كده، ده شكلها بعد ما اتسبكت اتكثفت كده والمادة الدهنية بقت طلعت على الوش بالشكل ده. اروح نازلة بقى بكل التوابل اللي معايا. عندي معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكزبرة الناشفة، وعندي نص معلقة من الشطة، وعندي برضو ربع معلقة صغيرة من السكر. بس كده، وقلب التوابل بالشكل ده. وبعد كده بقى هضيف الرز. انا عندي هنا معلقتين كبار مليانين من الرز، ما تكتريش الرز، يا دوب هما معلقتين، الرز ده بينفش. وما تقوليش ايه ده ازاي الكميه دي كلها احط لها معلقتين رز بس. لا، لو حطيتي اكتر من كده هتتخن معاكي ويبقى شكلها مش حلو خالص. فبنحط بس معلقتين كبار مليانين من الرز. وبننزل بقى بعد كده بالشوربه بتاعتنا. عندك بقى شوربة لحمة، شوربة فراخ، زي ما انت عايزة. ونغطي بقى ونسيب الرز يستوي. على بقى ما الرز يستوي هنقطع السبانخ بتاعتنا. انا ما قطعتهاش في الاول علشان ما الحديد اللي فيها ما يروحش. طالما انت بتقطعيها وتسيبيها متقطعة فالفايدة بتاعتها بتقل. اقطعها زي ما انتوا شايفين كده. والرز دي يا جماعة هي اللي بتدي الطعم المسكر للسبانخ، اوعوا ترموها، بجد طعمها مسكر وحلو قوي قوي. بقطعها هي كمان بالشكل ده.
وبفضل بقطع الكمية اللي معايا كلها لحد ما بخلصها، واحط بقى اجهزها وانزلها بعد ما الرز يستوي على طول. بصوا بقى شكلها اخضر وجميل ازاي، تحفة. بس كده اكشف بقى على الحلة بتاعتي وبص الرز استوى وتمام وكويس جدا. يعني لازم الرز يستوي للاخر يا جماعة. بس كده اتأكدت ان الرز استوى اهو، طلعه واشوفه لقيته استوى وحبيته كده نفشت وتمام. اروح على طول نازلة بالسبانخ بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انزل بقى كده بالسبانخ، يا سلام يا سلام. بصوا يا جماعة ما تقلقوش، هي بتبان كده ان هي مالية الحلة وان هي كتير، بس هي ما فيش بتنزل وتهبط بسرعة. كل اللي انتوا شايفينه ده هينزل خالص وهيبقى ولا حاجة. انزل كده الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده، واكون محضرة كمان ربطة من الكزبرة الخضراء، بتدي طعم حلو قوي قوي مع السبانخ. بغسلها برضو كويس وبقطعها برضو نفس التقطيع بتاعت السبانخ كده، وانزل بيها هي كمان فوق السبانخ بالشكل ده. هنزل كده بالكزبرة، طعمها خطير، بتدي ريحة تحفة مع السبانخ يا جماعة، جربوا وهتدعولي ان شاء الله. بس كده ننزل بقى بالكزبرة كده تمام، وننزل بقى السبانخ بتاعتنا كده في الصلصة. ما نقلبش كتير عشان الرز ما يتعجنش، لان الرز مستوي. بس بننزلها نهبطها كده بس، ونغطي عليها ونسيبها تغلي غلوتين كده، ونطفي عليها مش اكتر، يا دوب بس السبانخ تستوي. هي ما بتاخدش وقت، بتستوي بسرعة خالص. نحاول ان احنا نحتفظ بلونها اخضر كده عشان نحتفظ بالفايدة بتاعتها. لما لونها بيروح ما بيبقاش ليها الفوائد بتاعتها بتقل. على بقى ما تستوي السبانخ نعمل الطشة بتاعتها، معلقتين كده حلوين من السمنة البلدي، وعليهم بقى معلقة من الثوم المفروم، ومعلقة كبيرة يعني من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. ونحمر بقى الثوم مع الكزبرة وشموا يا جماعة أحلى ريحة. اول ما الثوم يوصل للون الذهبي ده نروح على طول نازلين بيه على السبانخ. يا سلام يا سلام. والحبة اللي في الطاسة معايا دول ما نسيبهمش، ناخد كده من السبانخ ونحط عليهم وننزل عشان ناخد كل الطعم اللي بقى موجود عندي. بس كده السبانخ استوت والرز استوى وكله تمام. غلوة واحدة كمان مع التوم كده والطشة وشكرا، نغرف بقى طبقنا وكلي بقى يا احلى سبانخ. بجد طعمها خطير، بصوا المنظر تحفة. خدوا بالكم معايا بقى معلقتين الرز اللي احنا حطيناهم، بصوا باينين ان هو كتير ازاي ومليين الطبق معايا، وخلوا السبانخ تمسك معايا، مش قليلين خالص خالص خالص. بالعكس لو كترتي هيبقى معاكي قطع، مش هتبقى كده السبانخ اللي احنا عارفينها بشكلها المتعارف عليه. شايفين تحفة، لونها كمان حلو قوي لان احنا ما خليناش البصل يغمق معانا، لونه كان فاتح، فبالتالي السبانخ بتاعتنا لونها فاتح ولونها حلو قوي يفتح النفس للاكل. اهم حاجة طبعا العين بتاكل قبل البق، لازم يكون كده الاكل شكله حلو علشان يفتح نفسنا بجد على الاكل. وريحة الكزبرة مع السبانخ عاملة شغل تحفة تحفة تحفة. بصوا المنظر خطير. يلا جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم، وقولوا لي رايكم في التعليقات، هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم. ولو عايزين اي وصفه جديده قولوا لي في التعليقات وان شاء الله اعملها لكم، ويا رب يحسن ما بين ايديكم. ويلا بقى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناه. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جايه كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي، باي باي.